سؤال مهم جدا واجابته مش سهلة خالص. ازاي اخس ويفضل شكلي جميل؟ الناس دايما بتربط ان الخسية تساوي ان انا هبقى احلى، فيجي يخس يوصل مثلا لاواخر السبعينات يحس ان هو شكله ما بقاش حلو، في حين ان ممكن تلاقي بنت مثلا في اعداديه وزنها 50 كيلو وشكلها ما شاء الله زي القمر. طب ده حصل ازاي؟ ليه دي حلوه رغم انها 50 كيلو، وليه دي حاسه انها عجوزه جدا وشكلها وحش وزي ما تكون مريضه مع ان وزنها 80 كيلو؟ لان الفرق هنا بيرجع لحاجه اسمها بروتين مال نيوتريشن. اكتر حاجه تحسسك ان اللي قصادك ده شكله مش مظبوط هو نقص البروتين. فتلاقي الشخص اللي اثناء نزول وزنه ما بياكلش بروتين كفايه، الشخص اللي اثناء نزول وزنه بيرجع ليل ونهار، الشخص اللي اغلب اكله متجه ناحيه السكريات والحلويات والعصاير، هتلاقي شكله بقى وحش. فقد عضلاته، فقد العضلات اللي مدياله شكل وشه، فقد البعد الثالث اللي موجود في قرطه. بتشوفه تحس ان وشه فلات، وشه عامل زي الصفحه، ما فيهوش ابعاد، ما فيهوش عمق، فتحس ان هو في حاجه غلط. تلاقي ناس بصاله تقول لك هو عيان. حصل ليه ده؟ حصل لنظام غذائي غلط ونزول غير صحي وغير سليم. ازاي نمنع ده؟ باستعمال مكملات غذائيه. فازاي ان انت تخس وتحافظ على شكلك؟ اول حاجه تحافظ على هاي بروتين دايت، تحافظ على نسبة 70% من أكلك إنها تكون بروتينات ولحوم. تاني حاجة لو في مقدار مالية خد واي بروتين. تالت حاجة الكولاجين، بيتباع مشروب موجود في الصيدليات، بيتباع أكياس وبودر بتقدر إن أنت تاخده، بيحافظ كتير على شكل جلدك وعلى نضارتك. رابع حاجة في حاجة اسمها جلسات الهايفو، بتتاخد عند دكاترة الجلدية، بيحط لك ماسك يدي الترا ساوند على الوش، يبدأ يكسر الخلايا المتجعدة والميتة ويبني بدلها خلايا جديدة أصغر سنا. يعني يقال إن جلسات الهايفو بتديك شكل أقل من سنك ب5 ل7 سنين. في برضه جلسات الميزوثيرابي، بيبدأ يحقن هيالورونيك أسيد وخلايا جذعيه وحاجات تدي نضاره للوش. طيب ايه تاني ممكن يدي نضاره للوش؟ فيتامين اي كبسولات بتدي نضاره وتدي ملمس كويس للجلد بصفه عامه وللوش بصفه خاصه. كبسولات فيتامين اي وفيتامين ه. فقصه ان انا خسيت فشكلي بقى وحش، لا، انت خسيت بشكل مش صح وما اهتمتش بمكملاتك بشكل صحيح. فما زال في وسيله لان احنا نخلي شكلك كويس عن طريق ضبط نظام اكلك ونظام علاجك ونظام مكملات بتاعك.